تفتكر الذكاء الاصطناعي جاي عشان يساعد الفنانين ولا جاي عشان يستبدلهم؟ هل فعلا الفن مات وبدأنا نعيش عصر نهاية الإبداع البشري؟ مساء الخير، أنا مي وهحكي النهاردة عن الذكاء الاصطناعي وتأثيره على الفن. قبل ما تسمعوا الحكاية ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، كتير يعني مش هيفرقوا في حاجة. خلال الفترة اللي فاتت انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مشهد ملحمي لحرب، جنود، أسلحة، قتلى، دمار، دخان، انفجارات. ولو ما كانش حد نوه عن هوية الفيديو كنت هتظل معتقد انه مجرد مشهد من فيلم ما، مش مجرد فيديو مولد بالكامل بالذكاء الاصطناعي. ده اللي وصل له الذكاء الاصطناعي كأحد أهم ثمار تطور التكنولوجيا الرهيب في 2026. غريب بقى إن كل ده بيقال عنه إنه مجرد بداية، مجرد أمثلة وتجربة لبرامج ذكاء بتتطور كل يوم، لأن اللي جاي أخطر ولا يصدق. طيب يا ترى البداية كانت إمتى؟ من إمتى توغلت التكنولوجيا في صناعة السينما والفنون عموما لهذه الدرجة؟ من وجهة نظري بعتقد إن التطور التكنولوجي ملوش وقت محدد نقدر نشاور عليه، لأنه موجود منذ بداية الخليقة. فكرة استخدام الإنسان للمعرفة عشان يسهل حياته عموما ويلاقي حلول لمشاكله، من أول اكتشافه للنار، من أول اختراعه للعجلة بشكلها البدائي، لحد العربيات الفارهة بكل إمكانياتها اللي موجودة النهاردة في كل المجالات بقى، طبية، صناعية، علمية وغير، لحد المجال الفني. فبشوف إن ما نقدرش نقول إن البداية كانت في طفرة استخدام تقنية CGI في السبعينات مثلا، لحد ما بتوصل لأوج استخدامها في التسعينات. الموضوع بادئ من مجرد الكاميرا اللي بتصور أصلا من بداية صناعة السينما وتطورها على مر السنين. كل الأدوات والعناصر اللي ممكن تستخدم في المجال الفني هي تكنولوجيا وتطويع للعلم والمعرفة دي. لكن الثورة والانبهار تكمن في إننا بعد ما كنا بنستخدم أداة زي الكاميرا هي أو أي أداة غيرها بكل التطور اللي وصلت له عشان نصور ونسجل لقطات إنتاج فني ما، مشاعر الإنسان وخلاصة تجربته. بعد كل ده أصبح مفيش كاميرا أصلا، لأن مفيش حاجة تتصور، لأن اللحظة اللي كنا عايزين نصورها بقينا أصلا ممكن نخلقها بمنتهى السهولة، زي ما كنا بنقول زمان بمجرد ضغطة زر. وهنا بالظبط حصلت طفرة التحول من تطوير الأدوات عشان تنفذ الأوامر بدقة، لأن الأدوات دي هي اللي بقت تفكر وتاخد قرارات بنفسها. بضغطة زر خلاص بقى ممكن تشوف مشهد حرب ملحمي كامل زي المشهد اللي اتكلمنا عنه، مشاهد مكتظة بمؤثرات سمعية وبصرية جبارة بقت تتعمل في البيت زي المكرونة الفرن بالظبط. حقيقة إن ده في رأيي وفي رأي ناس كتير خطر جدا وشيء يدعو للقلق. ايه ممكن يكون مصير صناعة ضخمة وحساسة مثلا زي صناعة السينما في هذا العالم الافتراضي؟ صناعة كاملة بتعتمد على أدوات ضخمة، استوديوهات، عمال، فنيين، حرفيين، كل ده بيشتغل عشان يوصل إبداع ممثل ومؤلف ومخرج ومصور. للأسف في تنبؤات كتير بتقول إن كل ده ممكن يندثر طالما الذكاء الاصطناعي ممكن يقوم بوظيفة كل دول لوحده بكل سهولة. بس ليه يعني؟ ده مش مجرد تنبؤ، ده في أمثلة كتير حصل فيها كده بالفعل. فيلم زي فيلم ذا فروست اللي صدر سنة 2023، الفيلم اللي تم إنتاجه بالكامل من خلال الذكاء الاصطناعي. فيلم مدته 12 دقيقة من إنتاج شركة واي مارك المتخصصة في تطوير ألعاب الكمبيوتر. تقنيا الفيلم اتصمم من خلال مجموعة صور ثابتة تم توليدها من الأساس وبعد كده تحريكها من خلال تقنية الذكاء الاصطناعي. الحقيقة إن أكتر وصف كان مناسب للتجربة دي هو إنها مجرد تجربة سريالية، لأن التعبيرات اللي صدرت عن الممثلين الافتراضيين دول لا هي حقيقية ولا خيالية، لكن كانت زي شيء بينهم، كانت عالم سريالي بحت. ومش بس الفيلم ده، في أمثلة دلوقتي القنوات كتير جدا موجودة على اليوتيوب، كل محتواها والأغاني اللي موجودة عليها هي أغاني مولدة بالكامل من الذكاء الاصطناعي، موسيقى، كلمات، صوت بيغني مش موجود أصلا في الواقع. والحقيقة إن كل التطورات والتجارب دي مثال على تغيير معنى الإبداع نفسه. والسؤال بقى، هل في ظل المناخ الافتراضي ده الفن بقى هو المشاعر والتجربة، ولا أصبح مجرد القدرة على التوجيه والتنفيذ؟ لوحات بيعملها ناس مش رسامين ولا يعرفوا حتى مبادئ الرسم، لكنهم مجرد بيشرحوا الفكرة والاي اي يقوم بالمهمة كلها. اغاني بيعملها ناس لا عمرهم درسوا موسيقى ولا يعرفوا اصلا يعني ايه نوتة موسيقية، مجرد شوية اختيارات وخطوات بيعملوها في برنامج بيستخدموا الاف ناس تانيين عشان يعملوا اعمال تانية برضه. حتى من كام يوم كان في حدث اكتشاف رواية كاملة مؤلفة من خلال شات جي بي تي، ولولا ان اللي عامل نفسه مؤلف الروايه نسي يمسح جزء من نص المحادثه اللي بينه وبين شات جي بي تي، كانش حد هيعرف اصلا ان الروايه دي من خلال الذكاء الاصطناعي. وده اللي بيخلينا نواجه مشكله ظهور المدعين وغير المثقفين الحقيقيين. الحقيقه ان الذكاء الاصطناعي بثورته دي ممكن يكون ليه ايجابيات زي ما يكون ليه سلبيات. ايجابيات زي ترجمه افكار كانت حبيسه الدماغ اصبحت مرئيه وتحولت لمنتج على ارض الواقع بسهوله، لكن تظل سلبياته اكتر لان المنتج ده بيفتقر للواقعيه والتجربه الانسانيه في كل مراحلها. منتج خالي من المشاعر، مجرد منتج بغض النظر عن جودته، وعمره ما يتقارن بالإبداع الحقيقي وصنعة إيد الإنسان.
بفتكر هنا جدا فن القيمة، فن الحفر على الخشب اللي بدأ بالاندثار لما ظهرت مكنة CNC، المكنة اللي قضت على حرفة ومهنة في منتهى الجمال، وتسببت في خراب بيوت فنانين وحرفيين كتير، ورش كاملة اتقفلت عشان المكنة أسرع، بتنتج قطع كتير بتكلفة ووقت ومجهود لا يوصف. المكنة بتطلع منتج كويس عادي، لكنه عمره ما يكون زي تحفة فنية حفرها فنان بإيده وحط فيها وقت وجهد ومشاعر وخلاصة تعليم وتطوير سنين. التحفة اللي بتخرج من تحت ايد فنان أويماجي مستحيل تتقارن بالشكل المصمت المتكرر اللي ما فيهوش غلطة، اللي مظبوط بالملي، اللي بيخرج من تحت ايد المكنة. بيكون عمل ممل وفقير جدا، والمتذوقين الحقيقيين للفن بيلاحظوا ده وبيقدروا التحفة الفنية الحقيقية. القصة القصيرة الحزينة دي ممكن تكون محاكاة لنفس اللي ممكن يحصل لصناعة السينما والموسيقى وأي مجال فني عموما. مبدعين حقيقيين مش هيبقى ليهم وجود في ظل التطور المرعب للذكاء الاصطناعي. الإبداع الحقيقي هيختفي، والذكاء الاصطناعي هيبقى مكنة CNC اللي هتقضي على كل التحف واللي بيعملوها. ومهما بلغ ذروته من تقليد الفنانين بالبصمة الصوتية بتاعتهم هم نفسهم، فأكيد عمره ما هيساوي حقيقية من أم كلثوم بكل إحساسها، لأن المشاعر مستحيل تتقل. الحقيقة إن الذكاء الاصطناعي مهم فعلا وبيسهل الحياة وبيختصر طرق كتير، لكنه المفروض يكون فيه حدود لاستخدامه، لأنه مجرد وسيلة مش غاية. فالمفروض تقتصر وظيفته على كل ما يعزز ظهور مشاعر الإنسان وتجربته، مش كل ما يلغيها أو يحتل مكانها. تكون وظيفته إنه يخدم الفن مش يمحيه فيبقى هو الفن. ال AI مناسب للتجارب السريعة والتسلية، مناسب لتوصيل فكرة أو إعلان مثلا، وأي استخدام محدود شبه كده، لكن مش القضاء على صناعات كاملة، لأنه عمره ما هيدي نفس النتيجة. كل ما يكون في فرصة إننا ننتج ونحط بصمتنا وإحساسنا، ده دايما أفضل طالما الإمكانية موجودة. هي الخصب والإبداع لسه مخلصش، لأن الفن هيظل هو طريقة تعبير الإنسان عن إحساسه كل ما يشعر بيه، مش مجرد اختيارات وأوامر إلكترونية. ودي كانت الحكاية من البداية للنهاية. استنوني الأسبوع الجاي في حكاية جديدة مع مي تحت.